السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. تحية لجميع الجماهير المغربية عامة والودادية خاصة. كنقرا قبيله واحد المقال صغير كيتعلق بأن الجماهير الودادية غادا تمنع من تنقل الحضور مباراة الدفاع الحسني الجديدي. فإذا بيا كنتفاجأ أنني كنشوف أن علمت مصادر موثوقة أن السلطات المحلية قررت منع تنقل جماهير الوداد الرياضي إلى مدينة الجديدة لحضور مباراة الدفاع الحسني الجديدي والوداد الرياضي. ما دايرينش هنا السبب، يعني علاش منع التنقل، لماذا، لأي غاية الله أعلم. وستجرى مباراة الدفاع الحسني الجديدي والوداد الرياضي دايرين نهار الثلاث إن شاء الله المقبل لحساب الجولة 17 من منافسات البطولة الاحترافية على أرضية ملعب العبدي بمدينة جديدة. ولا كتذكروا معايا قبل ما توقف البطولة، حتى فاش تلعب الماتش ديال الرجاء الرياضي ضد الدفاع الحسني الجديدي، السلطات منعت الجماهير من الولوج إلى الملعب ومنعتهم كذلك حتى من التنقل. ما عرفتش علاش، يعني شنو هو السبب وشنو هي الغاية اللي كتمنع الجماهير من التنقل. واش الشغب او لا شي عداوه؟ يعني انا بعدا اللي كنعرف ان جماهير الوداد ما عندهاش شي عداوه مع جماهير الدفاع الحسني الجديدي. يعني ديما فيما كتلاقى الوداد والرجاء كتكون متعه على مستوى المدرجات ومتعه كذلك على مستوى المستطيل الاخضر. وديما الدفاع الحسني الجديدي كدير ماتشات كبار امام الوداد، كتكون ناعسه مثلا العام كامل، مثلا في واحد المستوى اللي هو متذبذب، ولكن حتى لقدام الوداد وكدير ماتشات اللي هما ماتشات العام، ماتشات العمر، كدير ماتشات كبار. ولا تعقلوا فاش الركراكي كان مدرب الوداد، فاش كنا لعبنا معاهم في دونور، وقال الركراكي في واحد التصريح واش هذه جديده ديال العام كامل؟ هو ماشي هذه جديده، كنعرف جديده اليوم دارت ماتش ديال العمر. يعني كتكون فرجه على مستوى المستطيل الاخضر، فرجه كذلك على مستوى ابداعات الجماهير، وجماهير غنيه عن التعريف. يعني ما نحتاج نشرح السبب اللي ديال هذا المنع التنقل، اللي هو سبب مبهم، وسبب ما فهمش واش تضييق خناق على الجماهير، واش الحد من تنقل الجماهير، او لا السبب ديالو هو الشغب اللي كيكون خارج الملعب. الله اعلم. نتمنى يعني من هنا لقدام ما يبقاش هذا المنع التنقل، لان هذه الكره هي السبيل الوحيد، هي المتنفس الوحيد ديال المغاربه، الحاجه الوحيده اللي كتفرح المغاربه وكتخليهم على الاقل يخرجوا يخرجوا دوك السلبيات اللي عندهم وديك الطاقه السلبيه اللي كتكون خانقاهم. هذيك الكره هي السبيل الوحيد اللي كتخليهم مساكن يتنفسوا ويفاجئوها على قلوبهم، وانا واحد منهم. ونتمنى من هنا لقدام ما يبقاش هذا المنع هذا ديال تنقل الجماهير وتضييق الخناق ديال تنقل الجماهير، يعني جميع جماهير الانديه المغربيه. بهذا استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.